أرواحو يا البنات نديرو مع بعضنا ألذ قراطة ممكن ديريه وساهل ماهي المكونات موجودة في كل منزل. خاصة رانا مع الشهر الفضيل يعني كل خير وكل بركة راهو مخبي في الفريجيدير تاعنا. تقدري تخبيه تقدميه مع اون صوص، تقدري تقدميه هكذا أو وحده. لكِ حرية الاختيار. أول حاجة جبت المقلة تاعي حطيت فيها الزر تاع الدجاج تاعي اللي كان متبل، يعني كمية قليلة شوفوا دارت لي خير وبركة. حطيت الزر تاع الدجاج تاعي حطيته. ديجا أنا كنت تبلته، إذا ما كاينش متبلاتو حطيه. تبليه كيما نقولوا ارحيه وتبليه، زدت له شوية تاع بصلة، زدت له شوية تاع ثوم، ومن بعد حطيته فوق النار هكذا باش يتحمص ويطيب هذاك الزر تاع الدجاج، لأنه راه ما فيهش روح. تقدري تبدليه بالفيونداشي، مي أنا فضّلته بالزر تاع الدجاج لأنه جاني بنين خير. من جهة واحدة أخرى بعد ما نشوفه هكذا طاب زدت له شوية تاع معدنوس وزدت له عفوا شوية تاع زيتون مقصوص إفيلي. نخلي هذيك المكونات تندمج هكذا مع بعضها كامل ونروح نكمل بقية الوصفة. تقدري تخليه يبرد خلاص، تقدري توجديه ومن بعد العشية كيما أنا كنت وجدته الصباح ومن بعد العشية حكمت به درته. باش كيما نقولوا حطيته في المول وكل شي. وباه طيّبته. زدت له شوية تاع بطاطا مقصوصة، قصيتها هكذا وقليتها في الair fryer. مقصوصة بيدي، من بعد نزيد له العظام. العظام يا البنات على حسب الquantity اللي عندك، قادرة كيما نقولوا تهز لك كمية كبيرة وقادرة ما تهزلكش كمية صغيرة كمية كبيرة. تسمى لازم هنا القوام تاعنا يجي جاري. أنا بعد ما زدت له شوية تاع كريم فريش، حطيته خلطته بيان بالطريقة هذية. نجيب هذاك المول تاعي بعد ما ندهنه بالزبدة هكذا باش ما يلصقليش. ونخلط ونحط الطبقة الأولى من الخليط هذاك. من بعد كيما راكم تشوفوا بالطريقة هذية القوام لازم يكون جاري. أنا البيركس تاعي راه ماهوش كبير بزاف، مي فضّلت إني ندير فيه صغير كيما هاكا باش يجيني طالع، حبيته يجيني قبالة عالي فهمتوا؟ من بعد البنات جبت فرماج الوليد هذا اللي يهبل يهبل يا حبيباتي. نتمنى أنكم تجربوه وتقولوا لي. حطيت طبقة من الفرماج يجي هكا يشبه لطاجين جبن، مي ماهوش هو طاجين جبن يا البنات. وبربي إن شاء الله في الفيديوهات الجاية راح نشارك معاكم طريقتي في طاجين الجبن بطريقة سهلة جدًا وبسيطة خلاص يا البنات، يعني أي حاجة تكو كي أي حاجة سهلة ومليحة راح نشاركها معاكم bien sûr. ومن بعد نزيد نحط طبقة ثانية هذية من الخليط نغطي بها هذاك الجبن كامل يا حبيباتي. من بعد جبت الجبن تاعي هذاك اللي كنت ربيته وخبيته في المجمد فخليته حتى ذاب شوية. ومن بعد ندير طبقة من الجبن كامل ونزيد فوق منها طبقة من الكريم فريش ونحطه في الكوشة ينشف بركة ومن بعد تقراطينا يا البنات. وهذه هي شهية طيبة. الوصفة ولا أسهل ولا أروع وبنينة بريزونطابل تصلح حتى العرضات. تقدري تقسميها كيما حبيتي. أنا كنت شوفوا دايما يا البنات وقت المغرب نكون مزروبة فنقسم فرات، المهم نكون مزروبة باش نحط هذاك على الفطور وخلا. فهمتوني يا حبيباتي. هنا بعد ما طاب وقسمت كل شيء شهيتكم في الجنة شكله مشاهي والطعمة ما نحكي لكمش. نخليكم على خير وإذا وصلتوا هنا تنساوش تخلوا لي جيم أو أبوني وتعليق حلو من عندكم ودمتم سالمين.